السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. تعالوا بقى نحضر مع بعض كده صينيه بريوش حلوه جدا. تنفع بقى للفطار، تنفع للعشاء، تنفع تعمليها حاجه حلوه كده لاولادك. ممكن كمان ياخدوا منها في اللانش بوكس، بتكون ظريفه جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. شايفين العجينه ما شاء الله طريه وهشه جدا ومورقه كده. بصوا خطيره يا جماعه، ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم. وكمان هنعملها بنكهه البرتقال، وكل مكوناتها موجودة عندنا في المطبخ. تعالوا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس اتمنى لو انتوا جديد عندي في القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. اول حاجة في المكونات عندنا 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، وعليهم رشة كده من الملح. عندنا كمان 4 معالق كبار من السكر، بياض بيضة، وكوباية من المية الدافية، معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، وربع كوباية من الزيت، ظرف من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الخل. هجيب البولة اللي انا هعجن فيها وهبدأ انزل المكونات واحدة واحدة كده. هنزل كوباية من المية وبعيد معاكم المقادير علشان يعني لو حاجة وقعت مننا. بعد كده الاربع معالق كبار من السكر، معلقتين صغيرين من الخميرة، بعد كده ظرف الفانيليا، بعد كده بياض البيضة، بعد كده هنزل عليهم ربع كوباية الزيت، ومعلقة كبيرة كده من الخل بتدي هشاشة حلوة قوي للعجينة عندنا. هبدأ اقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس قوي في الاول. بصوا بقى، دي لو عايزين تعملوا حاجة حلوة وما عندكيش حاجة في المطبخ تقدري تعمليها. يعني هتلمي شوية مكونات في كده في المطبخ وهتعملي لولادك حاجة حلوة. عايزة اقول لكم ان احنا عملناها اصلا، اتعشينا بيها. يعني اتبقى حتتين كده صغيرين حطيتهم للولاد الصبح في اللانش بوكس، فكانت جميلة قوي. بعد كده هنجيب بقى الدقيق وهنبدأ ننزل كده بنص الكمية ونقلب، بعد كده ننزل ببقية الكمية. المية اللي احنا مستخدمينها هي مية دافية، تمام كده. هنزل بقية كمية الدقيق. كوباية المية اللي احنا استخدمناها في العجن ممكن تزيد معانا وتبقى كوباية وربع، بترجع حسب نوعية الدقيق، تمام كده. وبرده ممكن تقل شوية بس مش هتقل، احنا حطينا الكوباية وماشيين على الخطوات. يعني لقينا العجينة سايلة معانا قوي او طرية زيادة عن اللزوم، يبقى ساعتها هنزود بس معلقة صغيرة كده من الدقيق علشان خاطر العجينة تلم. لكن بصوا انا يعني استخدمت كوبايه واحده وهي كانت مظبوطه على المقدار عندي. لكن هي في الاول وفي الاخر بترجع حسب نوعيه الدقيق، تمام كده. بس العجينه طبعا عندنا بتلزق علشان فيها بيض. بنبدا ان احنا نعجن فيها كده. اول ما العجينه بتلم معايا كده ممكن ان انا اسيبها على جنب كده، يعني 5 دقايق ترتاح، وبعد كده ابدا ان انا اعجن فيها. هتتعجن معايا بكل سهوله. هي اصلا عجينه طريه جدا وبتتعجن، بصوا بتبقى تحفه، بتطرى معاكي. ما بتاخدش وقت، يعني من 7 ل10 دقايق كده وبتتحول معانا وبتبقى بالشكل ده. اديتها مسحه بس من الزيت علشان هغطيها وهسيبها بقى تخمر معايا. بفضل اعجن فيها لحد ما تنعم معايا كده. طبعا لو عندك عجان هيكون افضل بكتير. انا بغطي العجينه عندي وبدخلها الفرن، بشغل الفرن قبلها بشويه كده بس يدفى، وبدخل العجينه عندي تخمر في الفرن. احنا في الشتاء والحاجه بتحتاج وقت طويل، فبعمل الحركه بتاعه الفرن دي فما بتاخدش معايا وقت. بسيبها لما يتضاعف حجمها زي ما شفتوا كده. بعد كده بقى بجيبها وببدا ان انا افردها عندي زي مستطيل كده زي ما انتوا شايفين. هفرد بقى العجينه كلها كده مستطيل بقى كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شفتوا العجينه بتاعتنا اصلا فيها ماده دهنيه، فانا ما دهنتش حاجه على الرخامه. حابين ان انتوا ترشوا شويه من الدقيق برضو براحتكم. بصوا العجينه ما شاء الله ارتاحت وخمرت معايا. بصوا بتاخد وتدي معايا ازاي، بمسكها كده بفردها بتتفرد معايا بكل سهوله. ده عشان احنا سيبناها خمرت براحتها. هنا بقى فردت العجينه. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب مكعبين كده من الزبده وهبدا ان انا افردهم على وش العجينه. الخطوه دي مهمه علشان هتديني التوريقه بتاعه العجين. بعد ما فردت الزبده هجيب برضو معلقتين كبار كده من السكر وهرشهم على وش العجينه عندي. مين بقى ما عندوش المكونات دي في مطبخه؟
يعني بتهيألي المكونات دي موجودة عندنا كلنا، وفي الاخر بتطلع لك تحفة فنية كده زي اللي شفتها في الاول دي. بس رشيت بقى السكر. دلوقتي بقى هجيب ايه؟ هجيب قشر برتقانه، بشر برتقانه مش قشر بشر برتقانه. يعني بجيب البرتقانايه وببدا ابشر القشر بتاعها اللي هو الاصفر بس، ما باخدش القشره اللي هي البيضه زي ما انتوا شايفين كده. وباخدها وبرشها برضو على وش العجينه كده، بتديني نكهه حلوه قوي للعجينه وريحه كده جميله قوي. هي برتقانايه واحده بس. طبعا البرتقان دلوقتي مالي السوق. بس كده، هي دي الحشوه بتاعتنا. حابين انتوا بقى تزودوا اي حاجه من عندكم براحتكم. عندكم بقى شويه مكسرات كده في التلاجة باقيين من رمضان اللي فات، عندكم اي حاجه تقدروا تضيفوها طبعا براحتكم. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هناخد العجينه بتاعتنا وهنبدا ان احنا كده نلفها رول. بصوا، باخد اول قطعه كده وانا بحطها بضغط عليها كده، وبعد كده ببدا بقى الف كده العجينه عندي. شايفين العجينه طريه ازاي وفي نفس الوقت ما لزقتش معايا. بحاول وانا بلفها كده يعني اشدها كده ايه عليا بس. واخر طرف ده كده بثبته في العجينه وببدا ان انا اقفله كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس كده تمام. هنبدا بس نشد العجينه بتاعتنا شويه علشان ايه تطول معانا. اهم حاجه بقى ان السكينه بتاعتك اللي انت هتستخدميها تكون سكينه حاميه. بصوا السكينه اللي انا استخدمتها ما كانتش حاميه، فسنتها كده. وبعد كده رجعت قسمت العجينه عندي على نصين، بس بسيب حته في الاخر زي ما انتوا شايفين كده. بسيب حته في الاخر ماسكه معايا ومش مش بقطعها. تمام. وبرجع الفها كده حوالين نفسها زي ما انتوا شايفين كده، بس بلفها على شكل ورده. يعني هي في الاخر لما استوت ادتني شكل الورده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكلها خطير اصلا من غير ما تستوي. الصينيه اللي انا هسوي فيها دي صينيه مقاس 24. اديتها مسحه كده محترمه من مكعب زبده، وحطيت فيها العجينه عندي وبدات ان انا اظبط شكلها. هغطيها برضو وهدخلها الفرن كده يكون دافي علشان تخمر معايا وتكون لازم حجمها يتضاعف كده بالشكل ده. حابه ان انتي صفار البيضه اللي اتبقى من البيضه اللي احنا استخدمناها تدهني بيه الوش مع رشه من الفانيليا براحتك. حابه تدهنيها بشويه لبن كده برضو براحتك. انا ما دهنتهاش، دهنتها بس بزبده يعني وهي في الفرن، وانا وريتها لكم كده وهي لسه بتستوي. اول ما بدات ان هي تاخد لون معايا من على الوش، جبت مكعب من الزبده وسيحته وبدات ان انا ايه ادهن الوش عندي عشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اول ما بتخرج من الفرن بنبدا ان احنا نغطيها ونسيبها لحد ما تهدى معانا علشان تبقى طريه كده وحلوه. وبعد كده بنقدمها بقى بالهنا والشفا. شايفين طريه ازاي؟ ما شاء الله مش مستحمله. وكل ده من العجينه اللي احنا عجناها مع بعض. عايزه اقول لك كمان ان انت تقدري تعمليها، مش لازم خالص ان هي تبقى قطعه واحده، ممكن تقسميها قطع صغيره او فطاير صغيره كده برضو هتكون حلوه جدا. بصوا بقى هي كده كمان ما كانتش لسه بردت، يعني كانت لسه دافيه كده. بصوا بقى ما شاء الله العجينة هشة جدا وقطنية خالص كده. ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم قوي. بس كده دي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.